النهاردة هتكلم في موضوع غير مواضيع القناة. هتكلم في تجربة شخصية بس من غير الدخول في تفاصيل، والفيديو ممكن يطول شوية لأن لازم الصورة كلها تبقى قدامكم عشان تعرفوا ربنا سبحانه وتعالى عمل معايا ايه في استجابة الدعاء. فاللي هيلاقي ان الفيديو طويل ومش هيتحمل ان هو يسمع، عادي براحته، يعني اتفضل يقفل الفيديو. اللي عايز يسمع الفيديو ويعرف ايه اللي حصل، اهلا بيه وعلى راسي. انا طبعا عذرة اللي بيتضايق من تطويل الفيديوهات، انا نفسي مش بحب اسمع فيديو طويل، بس انا على قد ما اقدر هختصر الكلام. انا اول مرة اعمل فيديو بالشكل ده او اتكلم عن تجربة شخصية. انا زي اي انسانة في الدنيا، كانت حياتي هادية وماشية تمام. ممكن يكون عندي مشكلة، عندي موضوع عادي زي اي حد، لكن من كذا سنة كده ربنا سبحانه وتعالى أراد إنه يبتليني بكذا شيء مع بعض. يعني مش كلهم جايين مع بعض، لكن يبقى عندك مثلا ابتلاء في شيء فيجيلك ابتلاء بعده فيجيلك ابتلاء بعده، فتجمع عليا شوية حاجات يعني صعبة شوية. الحمد لله على كل شيء. من ضمن الحاجات دي كان عندي مشكلة كبيرة، يعني قعدت كذا سنة. وانا زي اي حد في الدنيا لما الموضوع بيبقى جامد عليه بعيط، يعني كلنا بنعيط، يعني احنا مش في ايدينا حاجة نعملها غير ان احنا نعيط. فكنت ادعي واعيط وادعي واعيط واسكت شوية وبعدين ارجع اعيط وادعي وكده، يعني زي اي حد في الدنيا بيعمل كده يعني. المهم، جاء عليا وقت بعد يعني عدى شوية كتير، يعني يمكن سنة سنتين وانا في الوضع ده بعيط وادعي واعيط وادعي. المهم، لما لقيت نفسي مش قادرة، وطبعا انا زيكم عايزة ان انا ادعي ربنا دلوقتي، يعني مش الصبح يستجيب لي، لا انا عايزاه بعد ساعة، عايزة ربنا بعد ساعة يستجيب لي. فلما كنت الاقي ان الوضع لسه زي ما هو، ابتدي اتخنق واعيط واتضايق والكلام ده. وزي ما بقولكم انا كان عندي شوية ابتلاءات على بعضها، فعارفين لما تحسوا ان الدنيا كلها خانقاكوا ومحبوسين جوه ازازة مش عارفين تتنفسوا. انا الوضع بالنسبة لي كان كده. فجاء وقت كده رحت قلت لنفسي، ويمكن ذكرت ده في فيديو قبل كده، قلت لنفسي انا هدعي ربنا انه يخليني اعرف انسى واعيش، يعني حتى لو ربنا مش مقدر لي حاليا انه يحل لي المشكله، فانا هطلب من ربنا اني انا اقدر اعيش. فبدات فعلا اعمل كده. كل ما اجي ادعي او ادعي وانا في الصلاه، آه يعني فكل ما اجي ادعي وانا بره الصلاه يعني او جوه الصلاه، فكنت اطلب من ربنا ان هو ايه يهديني ويخليني انسى الموضوع عشان اعرف اعيش. وفعلا بعد شويه مش كتير قوي، مش قليله، ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا باني انا عرفت اتعايش من غير ما اقعد افكر في الموضوع. مش بيروح من بالي على طول، لكن ايه، ممكن يعني يجي على بالي كده شويه وابتدي ازعل سيكه كده صغيره، بس يروح على طول. لحد بقى من هنا بقى نبتدي القصه. رمضان اللي فات، مش ده، بتاع 25، قلت لنفسي انا هدعي ربنا في رمضان بطريقة معينة وفي اوقات معينة، ولو حابين ابقى اعمل لكم فيديو بالموضوع ده، لاني انا عملت ده في رمضان وعملت في عرفة اللي هو برضو في نفس السنة بتاعت 25. المهم، دعيت ربنا في رمضان ده. اللي حصل بقى في العيد اللي هو بتاع نفس رمضان، عيد الفطر، جات لي اول بشارة بحل المشكلة، فاتفائلت خير. هي متحلتش بس جات لي بشارة كده. ففضلت زي ما انا، الحمد لله ربنا منسيني الموضوع، وما بقيتش اعيط، ما بقيتش اتخنق ولا اتضايق وكده. وعندي طبعا ابتلاءات تانية، ودي تاني حاجة اللي جايه معاكم، في اللي جايه هقولها لكم لسه في الفيديو، ربنا حلها لي الحمد لله. المهم بقى، بمرور الوقت هي خلاص البشارة دي جات لي، بس الموضوع ما اتحلش. ايه اللي حصل بقى؟ كان في حاجة عايزة اشتريها، وفي نفس الوقت الموبايل بتاعي اتكسر، يعني حاجة مفيش بعد كده. والحقيقة الموبايلات عندنا هنا في مصر غالية جدا، كل حاجة غالية الحمد لله، فمش هينفع في التوقيت ده ان انا اشتري موبايل. ففضلت متحملة الموبايل بتاعي شوية وهو مكسور كده. بس رحت عاملة ايه بقى، يعني انا كنت بدعي لما اتكسر، كنت بدعي في رمضان برضو بيه، لكن جه بقى على عرفة كده كان يعني الموبايل بيقول لي بصي انا مش هعمل حاجة، مش هتحرك من مكاني. فدخلته في الدعاء معايا يوم عرفة. ايه اللي حصل بقى؟ آه بعد عرفة
في شهر 8 اشتريت الحاجة، يعني رمضان بتاع 25 ده تقريبا كان في شهر 4. الحاجة اللي كنت عايزة اشتريها جات لي في شهر 8، والموبايل جالي في نص 9. الحمد لله، دي أول حاجة ربنا استجابها لي. يعني أنا دخلت رمضان ده بتاع 26 ومعايا الدعوة بتاعت 25 اللي هي الموبايل والحاجة اللي كنت عايزة اشتريها، بس داخلة لسه رمضان ده بالبشارة بس بتاعت المشكلة انها يعني بدأت تتفك، لكن كانت لسه ما اتحلتش. ايه اللي حصل بقى في العيد ده اللي هو بتاع 26؟ المشكلة اتحلت كده اهو، ربنا حلها سبحانه وتعالى من عنده. فاللي عايزة اقوله ان كلنا بيبقى عندنا ابتلاءات ساعات بتخنقنا، ولما ندعي ربنا لما مش بيستجيبها لنا بسرعة بنفتكر ان ربنا مش عايز يدهنا، ونبقى مخنوقين وزعلانين ونعيط. طيب في نقطة مهمة عايزة اقولها لكم. انا لما دعيت في لما دعيت في عرفة، دعيت بقى بحاجة زودتها. ايه هي؟ انا كنت بدل الحاجات الخارجية اللي انا عايزاها، وكلنا بننسى ندعي ربنا بحاجات داخلية جوانا. يعني انت ممكن يكون فيك عيوب او حاجات بتخلي ان ربنا سبحانه وتعالى مش يديكي دعوتك دلوقتي لانها مش مناسبالك في الوضع ده. ازاي؟ انا مثلا هقول لكم، انا لو مشكلتي دي كانت اتحلت من كذا سنة قبل ما ادعي بالحاجات دي في عرفة، انا كنت هفضل في مشاكل اكتر من المشكلة دي نفسها، كنت هتعب اكتر من تعب المشكلة دي نفسها. ليه؟ لاني انا نفس انا، يعني لاني انا بالحاجات اللي جوايا هياها. فكان مش من المناسب ان ربنا وقتها يحل لي المشكلة. ربنا حلها لي امتى؟ لما ربنا سبحانه وتعالى ساعدني ان في حاجات جوايا تتحل. اتحلت ازاي؟ لاني دخلتها في الدعاء يوم عرفة. هديكي مثال. انت مثلا دلوقتي لو عايزة تتزوجي من شخص معين، عمالة تدعي ربنا بيه، فربنا سبحانه وتعالى مش بيديلك الشخص ده، وبتلاقي الدنيا عمالة تتعقد. اول حاجة بتيجي في بالك ايه؟ ربنا مش عايز يستجيب لي لان انا عندي ذنوب فبيعاقبني، او ربنا مش عايز يستجيب لي لانه هو مش كاتب لي الشخص ده. لكن مش بتقولي لعقلك ان في حاجة معينة ربنا عايز انك تصلحيها في نفسك، علشان لما تتزوجي من الشخص ده تعيشي سعيدة، لان ممكن يديهولك بطريقتك دي او بوضعيتك دي وتنفصلي عنه خلال شهر، تبقى حياتك باظت، لا فضلتي زي ما انتي ولا بقيتي زوجة سعيدة. فنصيحتي ليكوا لما بتيجي تدعوا، ادعوا كمان ان ربنا يغير فيكوا حاجات. يعني مثلا لو انت كل واحد طبعا فينا عارف هو ايه مشاكله. ممكن تكوني عصبية، ممكن تكوني متسرعة، ممكن تكوني بتبصي في ايد اللي في غيرك. يعني مثلا حد عنده حاجة فعايزة زيها. حاجات كتير بتبقى جوه الانسان هو عارفها عن نفسه. فلو انت شايفة في نفسك حاجات من دي، اكتبي ورقة كده، يعني فكري نفسك بيها. انت بتعاني من عصبية، بتعاني من اندفاع، بتعاني انك انت سريعة الغضب، او يعني لما بتغضبي بتغلطي في اللي قدامك. حاجات كتير انت هتبقي عارفاها من نفسك، واكيد في ناس من اللي حواليكي بيكلموكي فيها. فدي دخليها معاكي في الدعاء، لان ممكن صفات جواكي مخلية الدعوة مش مناسبة ليكي دلوقتي، فربنا سبحانه وتعالى ابتلاكي بالابتلاء ده علشان تغيري من نفسك وانتي ماشيه في نفس الطريق. كل إيه اللي اللي انتي بقى عايزاه عرفني ان الحاجة دي؟ دعوتك تيجي، لما جات لي لكن مش الدعوة باصه ايه اللي جوه عندك ربنا فيه عيوب. سبحانه فلما جات لي وتعالى الدعوه تمام يعني فده انا عملته في نفسي في يوم عرفه. دخلت بعض الادعيه اللي تخصني انا كشخص بقى، يعني انا فيا ايه ممكن اصلحه، فيا ايه ممكن يتعدل. الحمد لله. ليه بقول لكم الكلام ده؟ لان انا لما جات لي الدعوه جات لي في وقت انا فيا حاجات كتير متغيره، فلقيت ان انا مستقبلة حل المشكلة دي بطريقة وبتفكير عمرها ما كانت هتبقى زي ما انا زمان لو مشكلتي اتحلت في وقتها بعد شهر ولا بعد اسبوع. فدي من نعمة ربنا عليا، انه خلى فيا حاجات تتغير في تفكيري، في طريقتي، في ردود افعالي، خلتني استقبل حل المشكلة بشكل احلى واجمل. فالحمد لله رب العالمين. فزي ما بقول لكم ربنا سبحانه وتعالى حل لي المشكلة، ودخلت رمضان ده وانا معايا الموبايل اللي كنت عايزاه والحاجة التانية اللي كنت عايزة اشتريها. انا طبعا مش بحكي بتفاصيل،
لان انا مش بحب طريقة الناس اللي هم، مع احترامي ليهم يعني، اللي بيطلعوا يتكلموا على تفاصيل حياتهم. يعني انا حاولت احكي لكم الموضوع من بره كده علشان بس تستفيدوا ويبقى عندكم امل. كل اللي بيبقى مخنوق من حاجة تعباه او بقالها مدة، ما تسيبيش الدعاء. وفي نقطة بقى يعني كل الناس بتشتكي منها، لما تيجي تسمعي حد ربنا استجاب له يقولك ايه، انا دعيت وكان عندي يقين 100% انه هيديني الحاجة فربنا اداهالي. ففي ناس يا عيني بتبقى في التعليقات تحت كاتبة ايه، طب انت ازاي دعيتي وكان عندك اليقين الكامل ده ان ربنا هيديكي حاجتك؟ انا لما بدعي ربنا ببقى خايفة انه مش هيدهاني عشان عندي ذنوب، ببقى خايفة انه مش هيدهاني لان هو مش كاتبها لي. بصوا يا جماعة، انا من وجهة نظري البسيطة اللي على قدي، آه المفروض ان الانسان يدعي حتى ربنا انه يرزقه اليقين. احنا من غير حول وقوة ربنا ما نقدرش نعمل حاجة. يعني انت من غير حول وقوة ربنا ولا تقدري تصلي ولا تقدري تدعي ولا تقدري تتعلمي حاجة في حياتك. فانت اطلبي من ربنا وانت بتدعي انه يرزقك اليقين وحسن الظن فيه انه هيديكي حاجتك، لان هو مش زرار انت هتدوسي عليه فخلاص هتصحي الصبح عندك يقين وحسن ظن انك لما طلبتي مثلا الزوج ده خلاص هتاخديه الصبح. ما انت هتقعدي تفكري تقولي لا يمكن مش مكتوب لي، يمكن ربنا سبحانه وتعالى مش عايز يستجيب لي لان انا عندي ذنوب. هتفكري بالطريقة دي. فاطلبي من ربنا اليقين وحسن الظن في اجابة الدعاء وانت بتدعي. ايه النقطة التانية اللي ممكن اقولها لكم؟ انا مش هطول اكتر من كده عشان ما تتضايقوش، انا نفسي مش بحب اسمع فيديوهات طويلة، بمل بسرعة، بس غصب عني انا كان لازم اشرح شوية حاجات عشان اقدر اوصل وجهة نظري. لو حابين تعرفوا انا كنت بدعي في رمضان ازاي وفي عرفة ازاي، يعني قولولي، ولو كده انا ممكن اعمل لكم فيديو تاني. انا اسفة على الاطالة، ويا رب اي حد حاسس بس بخنقه او بضيق او بقاله كتير بيدعي وربنا لسه ما قررش انه يستجيب له، يا رب اكون اديته بس امل ولو 10% ان هو يكمل في الدعاء، وان شاء الله ربنا يستجيب لكم في اللي فيه الخير وتبقوا مبسوطين. وشكرا. السلام عليكم.